اكتر اشرار اللي حبيتهم في البيك 3 الجزء الثاني. يوها باخ، الشخص المقتبس من الرسام الاعظم في تاريخ البشريه. يا رب اليوتيوب سامحني على اللي انا قلته ده. باخ بالنسبه لي هو اكتر واحد بحبه في بليتش وبكرهه في نفس الوقت. طبعا ده بسبب ان هو قتل اكتر شخصيه انا بحبها في انمي بليتش، اللي هو العجوز ماماتو. صحيح، شفت على بودكاست طب المعبطه ليه بنحب يا ماماتو؟ لا طب خلاص خلص هنا وروح شوف، هتعجبك ان شاء الله. يلا، ايه رايك في الدعايه؟ جميله صح؟ بس بالرغم من كده هو ليه هيبه وكاريزما تخليك تحبه حتى لو انت بتكرهه بسبب اللي هو عمل في ماماتو. الشخصية التانية أكتر شرير مظلوم، ما عملش أي حاجة غلط غير حاجات لا تذكر. قتل أبوه وأمه، قتل أخوه، سيطر على بلد وخلى الملك بيقتل أتباعه ويقتل السكان، حول الناس المعارضين للدمى، خلى الأعراض دي تفضل فاكرة ذكرياتها بس خلى الناس اللي حواليها تنسى الذكريات، بقى بيعاملوهم أكنهم سكان درجة تانية. اغتصب بنت الملك، بدأ يبيع فواكه الشيطان بيخلي الناس تضحك لا إراديا. طبعا الكلام هنا كله على الشيطان السماوي دوفلامينجو، أكتر شرير الناس بتحبه في ون بيس من رغم الحاجات اللي هو عملها. أنا عارف طبعا إنها حاجات بسيطة بس برضه يا جماعة ما ينفعش نحبه قوي كده يعني. الشخصية التالتة ومن غيره بيض زيتسو. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. سوري، دعابه، مجرد دعابه. اهدوا يا محبين اوتشيها مادرا، اهدوا. طبعا الكلام هنا طبعا على اوتشيها مادرا، بس انا هنا حابب اتكلم طبعا بشكل مختلف عن مادرا. انا بحب طريقه موتو جدا، على عكس الفانز كلهم طبعا شايفين ان موتو سخيف او غريب. لا، موتو كانت واحده من افضل حاجات في انمي ناruto كله. اول حاجه طبعا من نظره الحسره والصدمه اللي كانت على وشه، ان ازاي ان هو الشخصيه الاقوى، وازاي هو خلاص كان على بعد خطوه واحده من تحقيق حلمه. كل ده بح، كل ده بخ، كل ده اختفى بسبب ان هو كان عايش حياه كذبه. كل اللي هو كان عايشه، كل اللي هو كان بيحلم بيه الناس الحياه كان مجرد نكته سخيفه بالنسبه له، مجرد حلم ما كانش حقيقي. العالم المثالي اللي هو كان عايز يبنيه كان مجرد كدبه من زيتسو عشان يرجع كاجويا. طبعا زي ما احنا عارفين بقى النظره اللي كانت على وش مضرب وهو بيتغدر بيه كانت واحده من افضل المشاهد في البيك 3 كلهم. مش هقول لك في ناruto بس، لا هي في البيك 3 كلهم. بمضرب بالنسبه لي واحد من الشخصيات المفضله جدا في انمي ناruto، طبعا بسبب كاريزمته من فايته ضد ناruto وساسكي وفايته ضد جاي وفايتاته كتيره وعملها في حرب النينجا الرابعه. بس موتة مضرب هي واحده من افضل الحاجات اللي شفتها في حياتي في تاريخ الانمي. طبعا السؤال اللي هو ساله لهاشيراما قبل ما يموت على طول، انا عملت ايه غلط؟ مضرب كان نفسه يعيش في عالم مثالي بس للاسف مفيش عالم مثالي في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. ايه كل الفلسفه اللي انا بعملها دي؟ يا بطه كل الفلسفه دي. المهم، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. تنسوش اللايك والاشتراك وتكتب لي الليست بتاعتك، وانتظروا الجزء الثالث والاخير من سلسله اكتر اشرار حبيتهم في البيك 3.